يسعدنا ويشرفنا يكون معانا قائد الفريق الملقب بالجزار كريم بدير. كابتن وقائد الفريق، ألف مبروك، حققتوا هدف كبير جدا وهو عودة المنصورة في خلال موسم واحد إلى دوري المحترفين والاستعدادات الأكبر للصعود للدوري الممتاز. كلمنا الأول على فرحة الصعود واستعداداتكم لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز. اولا انا ابو حميد برحب بك وبقناه سادة البلد والدكتور ابو كومه، طبعا بوجه التحيه، صديق عزيز جدا. اولا الحمد لله طبعا، الشكر والفضل كل لربنا سبحانه وتعالى. ان هو طبعا هو ما فيش توفيق ما كنتش هتصعد، فالحمد لله بفضل الله يعني بنشكر ربنا طبعا. تاني حاجه بنشكر اللعيبه الرجاله اللي اتحملوا سنه كامله بكميه ضغوط انها تفرح شعب الاهليه كله. 8 مليون واحد كانوا مستنيين الفرحه، فالحمد لله ان اللعيبه كانت سبب ان هي تفرح شعب الدهليه. طبعا كل الشكر للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي والمركز الاعلامي. طبعا الناس ديت بامانه يعني كلهم كانوا بيضحوا من اجل النادي ومن اجل ان يفرحوا الناس. جهاز فني محترم بامانه، انا الصراحه تعبوا معانا جدا وما قصروش في حاجه. طبعا برضو بنشكر مجلس الاداره بقياده العميد محمد بسيوني، ان هو الراجل بامانه طول فتره تواجدي ما كانش في حاجه بطلبها للفرقه الا ما كان دايما يعني ما بيأخرش علينا وكان دايما في ظهرنا، هو والمجلس كله. في الاول والاخر الجمهور نادي المنصوره يعني هو اللاعب رقم واحد، هو كان اكتر دعم لينا. الناس ديت بامانه كانوا دافع كبير لينا، فلو ناس تستحق الفرحه هو جمهور نادي المنصوره. طبعا بهدلوا الصعود، وان شاء الله الفتره الجايه طبعا احنا حققنا هدف، باقي هدف تاني طبعا اللي هو ماتش الترقي ثم دوره ماتش فيصل ثم دوره الترقي. فاحنا حققنا تلت الهدف اللي هو الصعود الحمد لله المنصوره الدوري المحترفين في ماتش سبورتنج، بس ده اللي بنفكر فيه ان شاء الله. الناس كلها هدفها وطموحها ان الفرقه نكسب ماتش سبورتنج ان شاء الله نخش الترقي. ساعتها بيبقى في حسابات تانية ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله هنقدر نتعب ونعمل كل حاجه ان النادي يرجع لمكانته طبعا ان شاء الله. كابتن كريم، اكيد مع كل نجاح بيبقى في كواليس داخل غرفه اللبس، فانت قدرتوا تسيطروا على الحته دي ازاي؟ وانت كمان نادي جماهيري، ففي ضغط جماهيري من اول مباراه في الموسم عاوزين نصعد، فعاوزك تحكي لي الكواليس الصعبه اللي مريتوا بيها لحد ما من هنا الموسم وعدينا المرحله الاولى. والله في كواليس كتير جدا 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 يعني، بس هي كان النقطه الفاصله طبعا ان انت بتقدر ان تحط سيستم وتحط نظام وكل الناس يبقى على خلق واحد. في الاول والاخر انت بتلعب كوره فيها توفيق وما فيش فيها توفيق، فاحنا كنا ازاي بندور ان توفيق ربنا يبقى معانا. فكان بامانه الالتزام الحته الدينيه طبعا بتفرق والحته الاخلاقيه. اللعبه كلها قدرنا ان احنا قلبنا رجل واحد، كان في التزام، ما كانش في اي خروج عن النص بامانه طول الفتره اللي فاتت. في الاول والاخر هتاخد بالاسباب في كل الحاجات دي، اكيد اكيد ربنا مش هيضيع تعبك، اكيد هتصعد وتحقق الهدف. الحمد لله ده اللي احنا قدرنا، لان طبعا لعبه كبيره جدا موجوده في الفرقه. اصعب فتره كانت الفتره بعد ماتش صيد المحله لحد ماتش الماليه. الفتره ديت يعني بامانه شهر ونص، من شهر ونص لشهرين، يعني اللعيبه كانت بامانه مضغوطه ضغط غير طبيعي لسبب واحد، ان احنا بقالنا 14 سنه بنيجي للحته الاخيره ما بنصعدش. فكان كل خوفنا في الماتشات الاخيره ان احنا نحافظ الحته ان نحقق الهدف ان احنا نصعد. فاللعيبه طبعا كان في تكاتف غير طبيعي من الجمهور ما حصلش من سنين. كان يعني الصراحه حاجه يعني كانت بتخلينا ان احنا دايما عايزين نعمل اقصى حاجه علينا عشان نفرح الجمهور ده. في الفتره ديت طبعا يعني بشكر اللعيبه، لان الصراحه الناس ضحت كتير والناس اتضغطت، فالحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر ربنا سبحانه وتعالى طبعا. يعني ان شاء الله نقدر كمان ناكد ان احنا كنا الاحق بفضل الله ان شاء الله.